بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. في تفسير النهارده أعزكم الله الثعبان الأسود الضخم. الثعبان الأسود الضخم ده يدل على إن الإنسان اللي شاف الثعبان الأسود ده عنده والعياذ بالله سحر، وسحر كمان سفلي، او اللي هو السحر الاسود اللي بنقول عليه. وعلى فكره الاسحار السفليه ديت بتبقى صعب جدا ان هي يعني تتفك، يعني الا اذا بقى طبعا ان يشاء الله. طبعا طب هتعملي برضه؟ لا تروحي للراجل ولا تروحي لحد، لانهم كلهم بيسحبوا فلوس وبياخدوا منك فلوس، وممكن يكون برضه مش كويسين زي ما قلت قبل كده. فانت عالجي نفسك بنفسك بسورة البقرة زي ما قلت. طيب لو الثعبان الاسود دوت متجمد، تعرفي ان انت صلتك بينك وبين ربك جامده جدا جدا، وهو السحر اللي معمول لك ده ربنا بينجيكي منه. مادام الثعبان جاي متجمد يبقى السحر ده معمول، اي نعم، بس يعني ربنا ابطل مفعوله. يعني يمكن هيضرك ضرر بس بسيط، يعني يمكن اللي عامل لك السحر دوت عاملهولك بحاجه وحشه جدا جدا جدا، والعياذ بالله يا رب، ربنا يعصمكم ويعصمنا جميعا. فهو لما يجي متجمد يبقى ربنا حماكي، يبقى انت صحيح اتضريتي، بس اتضريتي ضرر بسيط، مش اتضريتي الضرر الجامد اللي هو الساحر او الست او الراجل بقى اللي راحوا عملوا لك السحر ده كانوا ناويين لك بحاجه وحشه. الحاجه الوحشه دي ما حصلتلكيش، حصل لك حاجه بسيطه كده، يعني ده عشان انت صلتك بينك وبين ربنا كويسه. ففعلا الست اللي اتصلت بيا وقالت لي فعلا انا بصلي قيام الليل. شوفوا بقى، يعني مؤمنه وصلتها بربنا قويه جدا جدا. المفروض اللي زي دي نقول بقى ده ربنا يحميها يعني ويبعد عنها. هو فعلا ربنا حماها، ان ما نونهمش من الاذيه اللي هم عاوزين يؤذوها لها. بتقول بصلي قيام الليل وبصوم اثنين وخميس، وعلى طول بقرا القران، وما بتفرجش على التلفزيون، وعلى طول غض بصري. كل الحاجات ديت حماتها من السحر اللي معمول لها. اي نعم، هي الضرر البسيط. بتقول كان حال زوجي واقف جدا جدا جدا، ومفيش دخل بيخش لنا البيت دوت. اي نعم ضرر، مش هنقول ضرر مش ضرر، لا ضرر، بس اللي كان عامل لها بحاجه اقوى، بحاجه يعني وحشه جدا جدا. ربنا صغر لها الضرر دوت لحاجه بسيطه اللي هو الرزق. فقلت لها طيب حاولي ان انت تدوري على، يعني يمكن ربنا برضه مش رايد لكم رزق من المهنه بتاعت زوجك ديت، غيري. فقالت فعلا احنا غيرنا، وربنا برضه يعني فتح لنا باب رزق تاني. فالثعبان الاسود ده سحر اسود، والسفل اللي بيقولوا عليه دوت اللي بيبقى صعب فعلا جدا جدا حله. ولو ان مفيش حاجه صعبه على ربنا لما بيقول الشيء كن فيكون. ولما يكون الثعبان جاي متجمد تعرفي ان هو السحر اللي هي الناس دي كانت عايزه تشوفك، يعني في الاذيه اللي كانوا عايزين يأذوها لك، لا ما وصلوش ليها. ربنا ما خلهمش يتمكنوا منك. ليه؟ بصلتك القويه بربنا. وقلت لها انت بينك وبين ربنا عمار جدا جدا، خليكي ماشيه على المنهج اللي انت كنت ماشيه عليه دوت. يعني هي ديت اشاره من ربنا ان هو حميك. في اكتر من ان ربنا هو اللي يبقى حامي الانسان. ربنا يا رب كده يبعد عنا كل سحر وكل شر، ويرزق كل من سحر يتقلب السحر عليه.